أهلا بيكم. بيبدأ مسلسلنا ببنت عمية وهي ماشية في الشارع لوحدها، وبيكون في طفل صغير هيوقعها بالحبل، لكن بيجي ضابط شرطة وبيلحقها قبل ما تقع، وبيزعق للطفل وبتشكره إيرين، وبيكون الضابط ده هو جوزها ريك، وبتطمن انه موجود معاها. بيروحوا البيت وبيزعق للمساعدة بتاعتها ومربية الطفل جونا انها سابت إيرين تخرج لوحدها، بس إيرين بتهديه وبتسيبهم إيرين وبتروح تستحمى. بيقرب ريك من جونا وبيقول لها انه هيعاقبها لانها غلطت في مراته، وبيقبلها وبيحضنها، وبنعرف انه بيخون إيرين معاها، وده طبعا لانها عمية ومش شايفة. في الوقت ده بتكون إيرين في الحمام وبتتزحلق وبتقع على دماغها، وبتبدأ انها تشوف ونظرها يرجع من تاني. بتفرح وبتجري علشان تعرف ريك وتفرحه، بس بتتصدم لما بتشوفه بيخونها مع جونا، وبيقول لها انه اتجوز إيرين بس علشان فلوسها. فبتجري وهي منهارة ومش مصدقة، وبتفتكر اول مرة ريك جاب جونا وقال لها انه جايبها علشان يساعدها في تربية ابنها لانها مش هتقدر لوحدها وهو خايف عليها، وهي طبعا صدقته وفكرته بيعمل كده علشان بيحبها. بتبكي وهي واقفة قدام صورة جوازهم، وبتقول بقهرة انها تخليهم يدفعوا التمن. بتمسك المقص وبتروح عندهم، وبتعمل انها لسه ما بتشوفش. بتقرب المقص من وش جونا اللي بتصرخ وبتخاف، بتفكرها عايزة تقتلها. قالت لها لا ابدا، انا بس كنت عايزاكي تقصيلي التيكت من الفستان. وبيبقى ريك قاعد متوتر وبيحاول يهرب من الأوضة قبل ما إيرين تحس بيه. مسكين ما يعرفش إنها شايفاه. هو بيتسحب علشان يمشي، بس بيدوس على دبوس في الأرض وبيتوجع وبيعمل صوت، وهنا بتنده عليه إيرين. فبيعمل إنه لسه جاي لما سمع صوتها. بتقوله ببراءة كنت بنادي عليك عشان أقولك في دبوس اوعى تدوس عليه. وبيبقى هو هيتشل منها ومن الوجع، وبتحضنه بتقوله إنها ممتنة إنه دايما معاها، وتردله أكيد كل حاجة حلوة عملها معاها. وبتبقى بصاله بحقد، وبتقرر انها تخبي عليه انها شافت من تاني وهتنتقم منه. تاني يوم بتطلب ايرين من جونا تجيب لها ميه، بس جونا بتكون تنكة ومش عايزة تتحرك، وبتديها العصير اللي كانت بتشرب منه وبتقولها تشربه احسن. بس ايرين بتستفزها وبتقولها تعمل قهوة. فبتتعب جونا من طلباتها وبتقولها انها بقت صعبة جدا. فبتضحك ايرين وتقولها اكيد، وده لان انا سيدة البيت دوت وانت مجرد خدامة عندي. بتتغاظ جونة وبتضحك بشر وبتعمل القهوة، ولما بتطلب ايرين منها تحط تلج علشان سخونيتها تقل، بتحط عليها مية مغلية من بره ومن جوه علشان تلسعها. طبعا ايرين شايفاها، وقبل ما تشربها بتوقعها على ايد جونة اللي بتصرخ من الوجع. فبتمثل ايرين البراءة وبتقولها اسفة، انت عارفة اني عامية، بعدين المفروض ان القهوة باردة يعني ما اذيتكيش صح؟ بتتضايق جونة وبتروح تشتكي ريك. بتقوله انه لازم يطلقها بقى لانها عملت كده قصد، قال لها انها عامية فاكيد مش قصدها، وانه في مصلحتهم انه ما يطلقهاش علشان ياخد فلوسها كلها. بتتضايق جونة من بروده، وبتقول انها تنتقم منها بنفسها وتبين انها حادثة، لان كده كده ايرين عامية. وبتروح عند صورة جواز ايرين اللي محطوطة فوق كرسي مكتبها. بتحرك المسمار علشان لما ايرين تقع عليها الصورة والازاز يشوه وشها الجميل. بتجيب ايرين وبتقعدها على الكرسي، وبتقولها متحركش وانها تخرج تجيب طرد وترجع بسرعة، بس بتتسحب وبتقعد قريب منها علشان تشوفها. تسمع صوت الباب بيتقفل فبتتخض، ولما بترجع مكان ايرين مش بتلاقيها. فبتتصدم وبتدور عليها. بتلاقيها جاية من وراها وبتخبطها في وشها بالصورة. بتروح المستشفى وبتصرخ لما بتشوف وشها مجروح، او بتتجنن لما بتعرف من الدكتور ان الندبة كبيرة وهتفضل موجودة وهتعمل علامة. وبتزعق لإيرين انها السبب. فبتمثل إيرين انها حزينة لانها عمية وما كانش قصدها. بيوصل ريك وبيعرف اللي حصل. بتقوله إيرين إنها ما كانش قصدها، هي عملت كده لأنها فكرت جونا حرامي وكانت بتدافع عن نفسها مش أكتر. بس جونا بتزعق وبتقول إنها بتمثل وإن أكيد نظرها رجع لأنها كانت قصده. بيشك ريك فيها، بس بتبكي إيرين بندم مزيف، وبتقول إن جونا قالت إنها خارجة ومسمعتهاش وهي داخلة علشان كده فكرتها حرامي. فبيضطر ريك إنه يخلي الشرطي يقفل القضية على إنها بدون قصد وينهي الموضوع علشان ما يكبرش. تاني يوم بتروح ايرين للمحامي، وبتقوله يجهز الاوراق بتاعه الطلاق من جوزها، وبيسألها عن ابنهم فبتعرفه ان دندون ابنها هي بس من جوزها الاول. وبتروح علشان تاخد ابنها من المدرسة بعد ما رجع من الرحلة، وبتبقى فرحانة انها تشوفه اخيرا بعد سنتين. وهنا بتنده لها مدرسة على ابنها، وهنا بتكون الصدمة لما بتلاقي ايرين ان الطفل اللي موجود مش ابنها دندون، لكنه طفل تاني، خصوصا لما مش بتلاقي الحسنة اللي في وش ابنها موجودة. فبتعرف ان مش هو وان الطفل بينده لها امي. فبتسيبه ايرين وبتجري من المكان وهي مصدومة. وبنرجع في الاشباك لما بتنده ايرين على ابنها وبتحس ان صوته متغير، بس بيطمنها ريك ان عنده مشكلة في الاحبال الصوتية. ساعتها بيكون ريك وجونا مكتفين دندون الحقيقي وخاطفينه. وبنرجع للواقع وايرين بتجري وبتخبط في عامل التوصيل،
وبتطلب منها توديها لرئيس المفتشين لأن ابنها مخطوف، ولو راحت القسم مش هيعملوا حاجة لأن جوزها شرطي أصلا. بتوافق العاملة وبتوصلها وبتاخد منها فلوس التوصيلة، أو بتستغل إنها عامية وبتاخد فلوس كتير. فبتمسك إيرين إيديها وبتلومها إنها بتستغل المكفوفين وإن ما عندهاش ضمير. فبتعرف العاملة إنها بتشوف، وبتتريق عليها وبتقولها إنها مستعدة تبيع ضميرها علشان الفلوس، والأحسن تلحق مركز الشرطة قبل ما يقفل. فبتجري إيرين على المركز وبتصرخ إنها عايزة تقابل رئيس الضباط لأن ابنها مخطوف. وهنا بيجي الرئيس وبيطلع مين؟ أيوه، هو نفسه ريك جوزها. بتتصدم لما بتشوفه، فبتمثل إنها جاية تبلغ عن القطة بتاعتها لأنها تايهة. فبيشك فيها وبيقولها انتي قلتي طفل. قالت له ما انا اللي مربياها، يعني زي ابني. قال لها يعني جايه الاسم تسالي على رئيس المفتشين علشان قطه؟ قالت له ما عملت كده علشان يهتموا بالموضوع، بس بيكون لسه شاكك فيها. فبيقرب سن الألم من عليها، بس بيلاقي مفيش خوف ولا ردة فعل. فبيطمن إنها عامية، ولكن زيادة تأكيد بيراجع كاميرات المراقبة، وبيشوف العاملة اللي وصلتها وبيدور عليها وبتلاقيها جونة، وبتديها فلوس وبتاخدها البيت علشان تعترف على إيرين. وبتروح البيت عندهم، ولما بتشوفها إيرين بتترعب، وده لأن العاملة عارفة إنها مش عامية. بيقول لها ريك إنه حب يشكرها لأنها ساعدت مراته علشان كده جابها، وإنها المفروض تتعامل مع مراته كويس لأنها عامية. قالت له بس مش باين عليها إنها عامية. بتخاف إيرين وبيركز ريك مع العاملة اللي لما بتبص عليهم بتركيز بتغير كلامها، وبتقوله إن قصدها إن الناس العمي بيكونوا طيبين وقلبهم أبيض عكس مراته قلبها أسود. بيتضايق ريك لأنه فكر إنه يعرف حاجة جديدة، وبيدي فلوس كشكر للعاملة اللي بتسيبله الكارت بتاعها علشان لو احتاجوها في أي حاجة. وبترتاح إيرين إن العاملة أنقذتها. بعدها بتروح تقابلها وبتسألها عن السبب اللي خلاها ما تعترفش عليها إنها بتشوف. فبتعرفها إنها مرتاحتش لنظرة جوزها ليها، وإنها أدرى بالست لما تكون خايفة من جوزها. وبتقولها إنها تهرب أحسن لأن جوزها مفتش، ولو اكتشف كذبها وإنها بتشوف هيقتلها. فبتعرفها إنها لازم تتعامل معاه لحد ما تلاقي ابنها اللي خطفه. فبتعرض عليها العاملة إنها تساعدها. فبتستغرب إيرين وبتسألها عايزة كام. فبتعرفها إنها مش عايزة فلوس، بس عايزاها تساعدها تتخلص من جوزها. وهنا بنشوف جوز العاملة وهو بيعذبها دايما وبيضربها هي وبنتها تشو، وبيكون بيسكر طول الوقت وبياخد منها كل الفلوس ومش بيهتم ببنته الخرسة. وعند إيرين بتاخد فرش الأسنان وبتديهم للعاملة علشان يعملوا تحليل DNA، وبتعرف إن الطفل اللي موجود مكان ابنها هو ابن ريك جوزها وجونا. فبتعرفها العاملة إن أكيد جوزها ريك بدل الطفل من سنة لما اتجوزها، واستغل إنها مش بتشوف بسبب الحادثة. فبتفتكر إيرين قبل سنتين لما قابلت ريك لأنه كان مفتش في الشرطة وهي كانت موجودة هناك لأنها عملت حادثة وجوزها توفى. وساعتها هي اتعمت، ولما بيعرف ريك إنها بنت عيلة غنية جدا وإن عيلتها متوفية وهي عمية، قرر يقرب منها ويتجوزها علشان ياخد فلوسها، وجاب عشيقته جونا وابنهم علشان يعيشوا معاه. بتبكي إيرين لأنها مش عارفة مكان ابنها، والأصعب إن جوزها مفتش، فده هيصعب عليها الأمر لأنها مش هتقدر تبلغ كده. وبتقرر إنها تلاقي خطة تانية مع العاملة. بالليل بتستنى جونا لحد ما بتشرب وبتسكر وبتنام، وبتقابل العاملة وبتديها ورق مهم توصله، بس جونا بتكون صاحية وبتمثل إنها نايمة. وبتعرف ريك اللي حصل، فبيوقف العاملة وبياخد منها الورق، وبيقولها إنه هيديها فلوس أكتر، فبتسيبله الورق عادي. وبيقرأ الورق مع جونا وبيعرف إنه توكيل للمحامي إنه يخلي فلوس دون باسم إيرين بدل اسمه، وبيكون المبلغ اللي سابه زوج إيرين لابنه 80 مليون دولار. فبيتصدم ريك وجونا من المبلغ الكبير، وبتشوفهم إيرين وبتضحك وبتعرف العاملة إنهم أكلوا الطعم. فبنعرف إنهم متفقين على كل ده أصلا، يعني مفيش حاجة صدفة. وبيتصل بقى ريك على رقم المحامي إيرين اللي في الورق، فبترد العاملة اللي بتبقى حاطة رقمها وبتعمل إن هي المحامية. وبيقول ريك إن إيرين قالت له يسحب الفلوس باسم ابنها بالنيابة عنها. فبتطلب منه العاملة وثيقة فيها توقيع الطفل الأول، وطبعا بيتكلموا على أساس إن هي المحامية. وفعلا بياخد ريك جونة وبيروح لمكان الطفل علشان يمضوه، وبتروح إيرين والعاملة وراهم علشان يعرفوا مكان الطفل. وبمجرد ما بيمشي ريك وجونا بتتسحب إيرين وبتدخل، وبتتصدم لما بتشوف ابنها اللي بقى شبه المشردين وبياكل من أكل الكلاب، وبيكون مش فاكرها حتى. فبتحزن وبتاخده وبيهربوا وبيودوه على المستشفى. فبيعرفهم الدكتور انه بيتعرض للضرب والعنف وبقى عنيف ومش هيتقبل حد، لدرجة انه بيعض ايرين لما بتقرب منه. فبتعيط ايرين بحزن على حالة ابنها، وبترفض انها تسيب ريك من غير لما تنتقم منه على اللي عمله في ابنها، رغم تحذير العاملة ليها وانه اكيد دلوقتي ريك عرف انها كذابة وان مفيش فلوس ولا في 80 مليون.
وفعلا بيدور ريك عليها لحد ما بتروح بنفسها وبتضربه بالقلم، وبتعرفه انها كانت بتختبره بموضوع الفلوس دي لكنه طلع خاين، وانها مش هتقدر تأمنه على فلوس ابنها في المستقبل. فبيرجع يتردد تاني وبيسألها يعني في فلوس بالمبلغ ده حقيقي، بترفض تجاوبه وبتقوله انها عايزة تتطلق. فبيعرف ان في فلوس فعلا بس هي حابة تختبره قبلها، فبيروح لها وبيعتذر منها، وبيقول لها انه عمل كده علشان بيحبها وخايف على فلوسها، وعلشان تصدقوا نقل كل فلوسهم وممتلكاته باسمها وبيمضيها على ورق بكده. بتزعق معاه جونا علشان اللي عمله، بس لما بيوريها الورق بتلاقي انه تأمين على الحياة، وده معناه في الجواز ان لو ايرين ماتت هو ياخد كل الفلوس. فبتفرح جونا جدا، وعند ايرين بتكلمها العاملة من بعيد في السر، وبتلومها انها مضت على الورقة دي لان كده جوزها هيقتلها علشان يورثها. فبتقولها ان التأمين العرضي يعني لو هي ماتت هو هيورثها، ولو هو مات هي تورثه، يا عالم بقى مين هيموت الأول. وبتدي العاملة تورته علشان عيد ميلاد بنتها، بس مجرد ما بتروح بيضربها جوزها وبيفكرها بتخونه ان في راجل مديها التورته دي. فبتتصل بإيرين وهي بتعيط وبتطلب منها تساعدها يخبوا بنتها في مكان آمن. بتعرفها إيرين انها اصلا بتدور على مكان لقبلها دندو، بس مش عارفة تتحرك لان جونا مراقباها، بس بيتفقوا على خطة علشان إيرين تقدر تخرج بيها. وفعلا تاني يوم بتجهز إيرين نفسها وبتقول لجونا إنها عايزة تروح حفلة جوزها علشان مفيش واحدة تقرب منه، ولا هي كمان بتحاول تقرب من جوزها. بتضحك وبتقول لها ما تحاولش لأن هي مجرد خدامة. فبتتغاظ جونا وبتقول لها هوصلك، وبتقف في وسط الطريق بسرعة وبتنزل إيرين وبتسوق ناحيتها بأقصى سرعة علشان تقتلها، لكنها بتقف على آخر لحظة. وبتفتكر إيرين خطتها مع العاملة لما عرفتها إنها تستفز جونا وإنها واثقة إنها مش هتقتلها لأن التأمين لسه هيتفعل بعد شهر، يعني لو قتلتها دلوقتي الفلوس هتروح عليها، وأكيد حبها للفلوس أكتر من حبها وغيرتها على ريك. وفعلا بيكون توقعها صح، وبتحذر جونا إيرين إنها تعاملها وحش، وبتقولها إنها ممكن تقتلها في أي وقت ومحدش هيحس بيها. لكن إيرين بتمثل إنها خايفة، وبتروح جون الحفلة مكانها وبتدي فلوس للعاملة علشان تخلي بالها من إيرين، ما تعرفش أصلا إن هما شغالين سوا. وبتنجح الخطة وبتاخد إيرين ابنها وتشو وبتوديهم بيت محدش يعرفه، وهناك بتتكلم مع العاملة وبتشوف آثار ضرب جوزها، وبتعرفها إنه شخص مجنون وعنيف وشاكك فيها. بتقولها إيرين كويس نخليه بقى يشك إنك بتخونيه مع جوزي علشان يخلصوا على بعض ونخلص منهم إحنا الاتنين. وفعلا بتديها ساعة ريك علشان جوزها يشوفها معاها ويشك فيها اكتر، وده اللي بيحصل لدرجة انه بيراقبها وبيمشي وراها. ولما بيشوفها دخلت بيت ايرين وبيشوف ريك داخل هناك ولابس نفس الساعة اللي كانت مع مراته، وبتكون ايرين اللي خليته يلبسها. فبياخد حديدة وبيخبط ريك قدامهم على دماغه، بس خطتهم بتفشل وريك بيتصاب بس ما بيموتش، وجوز العاملة بيهرب كمان. فبتتقابل ايرين والعاملة علشان يفكروا في حل تاني، وبتكون جونا مراقباهم وبتكتشف حقيقتهم، بس بتشوفها ايرين وبتجري وراها قبل ما تتصل بريك وتعرفها بخطتهم، وبتخبطها على راسها وبتخطفها. بتفوق جونا وبتعرف انها رجعت تشوف تاني، وبتقولها انها بتكرهها لان ريك سابها واتجوزها هي علشان فلوسها، رغم ان هي تبقى حبيبته وام ابنه، وان ريك اكيد هيدور وهيلاقيها ومش هيسيبهم ساعتها. بعدها بيتصل جوز العاملة بيها وبيقولها تقابله والا هيقتل بنتها ومش هيسيبهم في حالهم. فبتخاف العاملة وبتنهار، فبتهديها ايرين وبتقولها ان ده في مصلحتهم، وبتخليها تتصل بجوزها وبتحدد المكان اللي هيتقابلوا فيه، وبيكون نفس المكان اللي حابسين فيه جونا، اللي في نفس الوقت بتكون قدرت تفك نفسها وبتجري علشان تهرب، وبتبقى ناوية تقتل ابن ايرين عشان تنتقم منها. بيوصل جوز العاملة وبيتصل بيها بتقوله انها لابسة جاكيت رمادي، بيجري بالعربية وبيخبطها، ولما بينزل بيتصدم لما بيلاقي انها جونا ومش مراته. فبيهرب بسرعة وبتبقى ايرين والعاملة واقفين وشايفين اللي بيحصل. وبتروح ايرين عند جونا وهي بتموت وبتقولها كنت عايزة تموتيني، انت اللي متي اهو، وانا كمان اللي خليتك تهربي بمزاجي علشان هو يخبطك. وبعد مدة بيوصل ريك والشرطة وبتمثل ايرين انها مصدومة، وبتقوله ان جونا كانت واخداها علشان تخرجها بس في عربية خبطتها، وبتسألها عن حالتها فبيعرفها انها ماتت، بس جونا بيكون لسه فيها نفس. فبيجري عليها ريك وبتشاورله على ايرين بس ما بتقدرش انها تتكلم، وبتموت. ومن بعدها بيحذر ريك وبيشك في ايرين وبيسألها ليه جونا كانت بتشاور عليه وهي بتموت. قالت له لان في بينا سر، وهو ان جونا كانت حامل في ولد قبل ما تموت، واكيد والد الطفل لو كان عرف كان هيزعل، وما يعرفش طبعا ان عارفه ان هو ابو الطفل، فبيحزن وبيتحسر على ابنه. وطبعا ايرين بتكون كذابه بس بتشتته،
وبعدها بيجوا رجالة ريك وبيعرفوه انهم عرفوا مكان القاتل، وبيقدر ريك انه يوصل لزوج العاملة وبيقتله فورا. وبكده بترتاح العاملة من جوزها، وبتقرر هي وإيرين انهم ينسوا علشان ولادهم ويسيبوا البلد. تاني يوم بيروح ريك علشان ياخد ابنه من المدرسة، فبتسأله المدرسة عن والدة دندو اللي جت قبل كده علشان تاخده من المدرسة. وهنا بيعرف ريك ان ده نفس اليوم اللي ايرين راحت فيه القسم علشان تبلغ عن ابنها المختفي، ولما شافته قالت ان قصدها على القطة. فبيتأكد ان كلام جونا كان صح وان ايرين بتشوف وكانت بتخدعه كل الوقت ده. فبيروح البيت وبيخطف دندو من وراها. بتحاول ايرين انها تلحقه بس ما بتعرفش. بيمسكها ريك وبيقولها لو عايزة ابنك تجيب ال80 مليون. ولما بتعرفوا ان معهاش المبلغ دوت بيقولها ان حياتها مقابل المبلغ ده بسبب التأمين، يعني لو ماتت في حادثة هو ياخد المبلغ دوت. فهي بقى تضحي بنفسها علشان ابنها، وفعلا بتروح له بالليل رغم ان العاملة بتحايل عليها ما تروحش وانها تروح هي مكانها. بس ايرين بترفض وبتروح في المكان اللي قالها عليه، وهو في الفيلا اللي باسمها. في الوقت ده بيكون ريك في المخزن وبيملاه بنزين وبيكتف الطفل وبيولع شمعة وبيحطها عند الباب علشان لما ايرين تفتح الباب الشمعة تقع وتولع في المكان ويخلص منها هي وابنها. بس ايرين بتكون ذكية وبتشوف البنزين على الأرض وبتشم ريحته وبتشوف الشمعة بالتليفون وبتجيبها بإيديها وبتطفيها، وبتروح لابنها وبتخبيه في الدولاب وبتطمنه انها جنبه. ساعتها بيطلع ريك علشان يشوف الدنيا ايه ومحصلش حاجة ليه. بيلاقي الطفل اختفى فبيدور عليه وبيشوف ايرين بتجري، فبيجري وراها وهي بتيجي من وراه وبتخبطه على ظهره، بس بيزقها وما بيحصلوش حاجة وبيرش على عينيها مبيد بيخليها ما تشوفش. بيجيب حديدة علشان يقتلها بس ايرين بتتكلم معاه وبتلاقيه لحد ما بتفصل النور، وبيفضل يدور عليها في الضلمة بس هي بتفضل تهرب منه. وبتقفل الباب عليه وبتاخد ابنها وبتهرب برا البيت. وبيكسر ريك الباب وبيولع الولاعة علشان ينور ويشوف، وهو ناسي اصلا انه رشش بنزين. وهنا النار بتمسك فيه والبيت كله بينفجر بيه. تاني يوم بتروح الشرطة علشان تستجوب ايرين علشان موت ريك، وبيعرفوها انهم شاكين فيها لانه مات في الفيلا بتاعتها. ده غير انه لو مات هي المستفادة من فلوس التأمين. بيسألوها هي كانت فين، قالت مش فاكرة، انا عامية وكنت وقعت قبل كده فذاكرتي بتيجي وبترجع يعني. فبيخرجوا هم شاكين فيها وبيشوفوا العاملة وبتقولهم ان هي الشغالة اللي في البيت، وان ايرين في الوقت دوت كانت في المول بتشتري حاجات بس هي ناسية. وفعلا بتراجع الشرطة الكاميرات وبتلاقي ان ايرين فعلا كانت في المول الوقت دوت، وان دوت اللبس بتاعها، وان اللبس دوت مش موجود منه غير قطعة واحدة وهي ملك ايرين فاكيد هي دي. طب ازاي؟ بنعرف بقى ان اللي الشرطة شافتها في الفيديو هي العاملة بس عاملة نفسها ايرين ومتنكرة عشان تقنع الشرطة انها ايرين. وفعلا بتتقفل القضية وبيقول المحامي ايرين ان ال80 مليون من حقها دلوقتي. بتاخد ايرين ابنها والعاملة وبنتها وبيقرروا يسافروا ويعيشوا في بلد تانية. لكن بعد مدة لما بتطمن ايرين على ابنها وبتعالجه بترجع مع العاملة وبيعترفوا للشرطة بالحقيقة وبيسلموا نفسهم، وده عشان يكونوا قدوة حسنة لعيالهم. وبيتحكم على ايرين ب3 سنين والعاملة بسنة موقف تنفيذ الحكم لانهم اعترفوا بجريمتهم وكمان حسن السير وسلوك. بعدها بنشوف ايرين في بيتها وهي بتصحى من النوم في مكتبها وفوقها صورة جوازها المتعلقة، وبيجيلها اتصال من دار النشر بيعرفوها انهم قرأوا الرواية بتاعتها وعجبتهم وقرروا ينشروها. فبتفرح ايرين جدا وبتصرخ من الفرحة لحد ما بيدخل عليها جوزها ريك فبتعرفه الخبر وبيفرح جدا علشانها. وهنا بنعرف ان ايرين كانت بتحلم بكل اللي فات وانها كاتبة مبتدئة وكل اللي فات كانت رواية هي كاتباها، وان ريك جوزها في الحقيقة لكن محامي بيحبها جدا، وهي خدت شخصيته واسمه وخلته شرير في الرواية، وان هو ساعدها في روايتها اللي بتبان انها قصة حقيقية، وان هو كمحامي ساعدها في التفاصيل وبيكونوا سعداء سوا. وبيعرفها انه عمل لها الفطار كمان طلع طيب ولحد هنا بيخلص مسلسلنا بنهاية سعيدة. اتمنى ان يكون عجبكم. اكتبولي رأيكم في الكومنتات وقولولي عايزين مسلسلات ايه تاني. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. باي باي.